النصر بيكسب الخليج 3-0 في نص نهائي كاس الملك علشان يطلع يقابل الهلال في النهائي، وهتكون مباراة قوية جدا، نهائي قوي، النهائي السادس ما بين الفريقين في كاس الملك. الهلال كسب اخر 3 مرات والنصر كسبانه مرتين، يا رب المرة دي النصر يعادل الرقم ويتعادل مع الهلال في عدد مرات الفوز بالنهائي، ويتوج بالبطولة الاغلى في السعودية، بطولة كاس الملك سلمان، وعلى حساب الند القوي جدا الهلال. فيا سلام لو اخدنا البطولة دي، جماهير النصر هتبقى في قمة سعادتها، فوز على الهلال الغريم التقليدي، وهيبقى ديربي قوي جدا، وكمان بتاخد بطولة تانية عشان تنهي الموسم ببطولتين بدل بطولة واحدة اللي هي البطولة العربية. النصر النهارده قدم مباراة قوية جدا 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 ممتعة، احنا كجمهور النصر استمتعنا بها جدا. 3 اهداف، الدون النهارده بيحط هدفين وكان ممكن يسجل الهاتريك، بس هو ده القائد اللي حب يخلي ساديو ماني هو اللي يلعب بضربة الجزاء علشان يرجع الثقة لساديو ماني من تاني. وهو ده يا جماعة القائد، القائد مش بالشارة بس ولا بالكلام، القائد بأفعاله. كريستيانو رونالدو فعلا قائد لنادي النصر في كل حاجة، أسطورة، أسطورة رياضية بجد مش هنلاقي زيها تاني أبدا. فمبروك النهارده لنادي النصر الفوز الكبير ده على نادي الخليج، وأنا كنت مقلق جدا من المباراة دي. كل الناس كانت بتقول المباراة سهلة، الخليج في المتناول. لا، الخليج ما كانش في المتناول. الخليج لعب المباراة اللي فاتت مع النصر في الدوري، المباراة كانت سيئة، ما كانتش قد كده، وكان ممكن الخليج يتعادل في أي وقت، ويا دوب بالعافية كسبنا 1-0. المباراة دي عودة الروح للفريق كله، عودة الروح لكريستيانو. المباراة اللي فاتت في الدوري كان كريستيانو ما كانش في المود، حتى ما كانش فيه كده فرحة ولا كان في ضحكة كده للجماهير. لا، المرة دي بيخلص المباراة بفوز 3-0، بيحتفلوا وبيروح يحتفل مع الجماهير، الاحتفال المميز دايما مع جماهير العالمي بعد كل انتصار. مليون مبروك لجمهور النصر، جمهور العالمي، وان شاء الله رب العالمين المباراة الجاية في نهاية شهر مايو، 31 مايو تقريبا، هتتلعب المباراة النهائية، وهتكون مباراة قوية جدا، وان شاء الله نتمنى الفوز لنادي النصر ويتوج النادي بالبطولة دي، وتكون فرحة كبيرة للجماهير العظيمة دي. مباراة النصر والهلال هتكون مباراة صعبة، ومش عايز اقول زي كل مرة ونقعد نقول خاف يا هلال خاف يا هلال، لا، مش عايزين الهلال يخاف، احنا عايزين الهلال يدخل هادي كده، مفيش حد كده مش عليله من جوه، خليه يدخل هادي، احنا ندوس ونلعب لعبنا بدون اي خوف وبدون اي رهبه، ويا رب كاسترو ما يغلطش نفس الغلطه بتاعه كاس السوبر، ويلعب لعبه اللي بجد، ما يقعدش يدافع ويغير في التشكيله ويبوظ الدنيا. وجود ساديو ماني، وجود كريستيانو، وجود بروزوفيتش، اوتافيو، كله مكتمل. يا رب سلطان الغنام كمان يكون موجود. عندك الدفاع، عندك نص الملعب مكتمل، عندك حارس المرمى وسبينا، يعني الفريق ما فيهوش اي مشكله. وباذن الله رب العالمين المباراه تكون قويه، والنصر يلعب لعبه اللي بجد، لعب العالمي، وباذن الله يفرح جمهوره ونكسب البطوله دي، ويتم الموسم ده الصعب اللي مر على النصر ببطولتين، هيبقوا حاجه كويسه جدا للفريق، وبناء عليه يبني للي جاي ان شاء الله رب العالمين في الموسم القادم. متلهف جدا اشوف المباراه يوم 31/5، يا رب ان شاء الله يدينا ويديلكم طول العمر ونحضر المباراه دي ونشوف الاجواء والمتعه اللي هتكون موجوده فيها باذن الله رب العالمين، ونشوفكم في مباراه تانية في الدوري، ودايما الفوز للنصر. شكرا لكم، سلام.